بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات الأخوة والأخوات. الحمد لله سبحانه وتعالى هو العظيم المنان، هو البارئ المصور، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. نحمده حمدا أن أفسح لنا في هذه الفرصة واللحظة من عمر الدنيا والزمان والحياة أن نضع هذه الكلمات المتواضعة التي لا نسعى إلا حبه ورضاؤه جل جلاله. وصلى الله وسلم على من أتى بسيف بتار وقاطع، راعي الأول فارس الفرسان، على أبناء الضلال والضالين الذين هم عصاة فجرة متكبرين. هو كان قاطفا لرؤوسهم، وكان معلمهم الأدب، وغارس في ذريتهم الإيمان، وهاديهم إلى الأخلاق والإحسان. ورضي الله عن أهله وأصحابه سادات الأخلاق والقيم والمنهج الصحيح ذا الصواب في هذه الحياة الفانية الزائلة يا أخوان، والتي لو كانت تسوى عند الله هذه الدنيا لما سقى منها الكافر شربة ماء. لكن حكم الله وحلمه وعفوه وكرمه على عباده، الكافر به والمطيع له كلهم على ذات النهج وذات الدرجة، محب لهم لأنهم خلقه، كل فيهم من سع. ولهذا العالم الذي هو غير مسلم هو اليوم يمتلك العلم، السلاح، القوة، الهيمنة، السيادة في الكون. لماذا؟ عمل وخدم على نفسه وقدم نفسه واجتهد فأعطاه الله السيادة. الله لم يحرمه السيادة لأنه كافر، لا، أنت تعمل، الله حكم عدل رؤوف بعباده، الشقي منهم والمؤمن. المسلم الذي يدعي الإسلام والقرآن والأخلاق وهو جاهل متخلف سفيه رذيل يكون تحت نعال الكافر الذي اجتهد وعمل بالعلم وأخذ أسباب القيادة والسيادة في الكون، يكون تحت نعال ذلك الكافر، لأنه الكافر أتقن العمل وأخذ بسورة اقرأ وهو لم يقرأ اقرأ، وصاحب اقرأ وسورة اقرأ لم يقرأها ولم يعمل بها. طبعا يا أخوان، تحياتي وسلامي لكل الأصلاء الطيبين، وأحب أن أشكر ميم المعشني، محمد قطن، وسالم جعبوب، ومنى خشوب، أظن إن شاء الله مكتوب بالإنجليزية مونا يعني هي منى، أيوة. تحياتي ناس طيبين، ناس أصلاء. طبعا يا أخوان ما في شك، وهو ذكر لي يجب أن أذكر إنه يعني نفوق الأبقار والمواشي في جبال ظفار، نفوق، لأنه وزارة الزراعة والثروة السمكية حبت أن تبيد الأبقار والمواشي لأولئك الناس الأرياف اللي يسكنوا في الأرياف، وهم يعيشون على تلك الأبقار والمواشي، ما عدا يعني طائفة منهم اللي هي فرق وطنية شكلها قابوس، ويأخذوا شوية فليسات، يعني شوية فلوس، يعني بحجة إنها فرق. طبعا يا أخوان هو ترسيخ، مع الأسف هو ترسيخ. عايش السلطان، أنا عايش أبو يزن، السلطان عظم، عايش السلطان، هذا ناس مجانين يا شجرة الشوق يلي نازلة من فوق. يعني طبعا التخلف، الجهل، هو الترسيخ في سكان الأرياف، مساكين الذين كانوا في حقب، يعني مساكين راحوا إلى الخليج عملوا واللي منهم ماتوا. كانوا يا أخوان هنا نقف على سيدتين عمانيات، هم هؤلاء السيدات، إن نرويكم بس الله يطيل في عمركم، شوفوا المقاطع. وحكومتنا ما ترضي دولة، ما نقدر ندفع ولا شيك لما بندخل المحكمة. وحكومتنا ما ترضي دولتنا ندخل المحكمة. ولايتي وحبيبتي وسيدتي، هذا الرسالة اللي جاتنا بعد تشريفش وبعد الكلام اللي اعطيتينا اياه وتشريفش ومكرمتش وخيرش. هذا الرسالة قبلنا بها علشان من البلدية، علشان نقلع من السوق خير شر. لا تاريخ 15/4 يوم الأربعاء لازم يسكرون علينا الكهرباء والماء، ويسكرون السوق خير شر، ونحن ما نحن سايرين.
يقلعون الأغراض، يقلعون الوعي، يقتلوننا نحن. طبعا يا اخوان، وهذه سيدة أخرى من سكان صلالة الذين يبيعوا في السوق التقليدي للبخور والعطور والمسك والعنبر والياقوت والمرجان واللبان في صلالة في الحافة، وهي في ذات النسق، يعني تشكي مسكينة والناس موجوعين يألمهم ما حصل لهم. ونستمع إلى مقطع لسيدة أخرى في ذات المكان. على الله وعلى هذه المعاش اللي مسويته لنا الحكومة، ونحن اليوم ما نقدر حال سوق مستثمر، ونرجي من الله وحكومتنا للتراث، يعني لتراثنا، تراثنا كل شيء ولا التراث، وكل شيء ولا التراث. ونحن جالسين وسووا لنا أخلاق وعطوا علينا السوق، ما حد في سوق الحافة، وإحنا كلنا موجودين ومتواجدين في سوق الحافة. ونرجي الله من السيدة الجليلة تنظر لنا بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. والحمد لله رب العالمين، والشكر، نشكر الله ونشكر حكومتنا. طبعا يا اخوان، ما في شك، كما شفتوا السيدات بكل ادب بكل حب قالت تشكر حكومتهم وتشكر عهد تشكرها، ويعني بكل ادب بكل اخلاق. يا اخوان، هذول السيدتين، هؤلاء الناس، هذول الناس هم كانوا اهلهم واجدادهم هم كانوا عبيد السركال. هذول الناس من احسن الناس في عمان، والله ناس على خلق، ناس طيبين، كلهم شيوخنا تاج راسنا. هذول الناس هم كانوا هذول سكان الأرياف، سكان صلالة بالكامل على أيام تيمور، سعيد بن تيمور. أي واحد فيهم يرفع راسه، أجداد هذول السيدات أجدادهم وأهلهم كانوا يجيبوا أي ظفاري، أي واحد في ظفار يجيبوه من أذنه يدخلوه القرقور، لا يستطيع يتكلم. هذول الناس هم كان لهم الأثر، وهم الذين رسخوا الحكم البوسعيدي في عمان. تخيل كيف يعانوا، كيف ما يعني حكم ظالم. يعني هذول الناس المفروض، يعني هذه السيدات يعني يكون لديها رواتب مجزية، لأن أهلها وأجدادها من عبيد السركال، ما يعرفوا بعبيد السركال. طبعا اللي منهم بيت السبتي، اللي أم فهر بن تيمور، خالة هذه السيدات، خالتهم أم فهر بن تيمور البوسعيدي، عم قابوس، عم هيثم، خالة هذول السيدتين أم فهر بن تيمور. فهر بن تيمور أمه من بيت السبتي ناس طيبين كرماء أهلنا وشيوخنا وتاج راسنا، ناس من أحسن الناس. هؤلاء الناس طبعا، وتخيل هذول الناس خدموا الأسرة البوسعيدية وماتوا وهم كانوا خدم للنظام وللحكم. وكان أي واحد في جبل، كان بيت معشني، كان بيت يافعي، كان بيت قطن، بيت رواش من أي جنس في ظفار، يقوم بأي حركة يروحوا له طابور من هذول السركان ولديهم السلاح وياخذوه ويحطوه في الحبس. إنه ناس مساكين، الشعب كان تحت الحذاء في عمان، ما عدا الميليشيا المسلحة مع تيمور وسعيد بن تيمور، الذين سلح مجموعة من الميليشيا الأفارقة اللي هم طبعا سموهم بعبيد السركال، وفيهم ناس من أحسن الناس، ناس شرفاء، ناس نذكرهم ونمتدحهم، ناس من أحسن الناس في تصنيف الأوادم. لكن هذه الحقيقة يا أخوان، نحن لماذا نكابر ونرفع رؤوسنا ونحن لأنه اليوم في فسحة، يعني ونكابر في التخلف، في الجهل، في التعنصر، في شيء هو أصلا فارغ. يعني نحن رأينا الجبهة الشعبية أتت إلى ظفار، يعني أي وحدة في ظفار كانت في جبال ظفار كانت شكلها جميل ياخذوها الجبهة الشعبية. أي واحد من عائلتها من سكان قبائل الأرياف اللي هم اليوم الفرق الشعبية، أي واحد من سكان هذيك الأرياف يتكلم، رصاصة من الكلاشنكوف في رأسه يرموه في أحراش جبال ظفار تأكله المواشي والهيوش. يعني لا يوجد له دفن. كانوا هذولك الجبهة الشعبية طبعا. يعني واليوم طبعا في هذه الفسحة، وهذه قال لك لما شبع الحمار نهق، لما شبع الحمار صح. إنما سعي
حقيقي. يعني نحن اليوم ماذا تسمع؟ يعني ناس ترسيخ الجهل، التخلف. عايش يا سلطان، أنا أبو هيثم، أنا سلطان، نعم يا سلطان، رجال إيه. يعني ترسيخ الجهل، التخلف، العبط. يعني أنت تقول للأعور شو يعني فيل، يقول لك أكبر من الديك لأنه عور وشاف الديك. ولهذا حتى نحن نبصر الناس ياخذوا دورهم الطبيعي. إذا كانت اليوم يا أخوان مواشيهم، مواشي سكان الأرياف في ظفار تموت، تنفق نتيجة عدم تحصينات ولقاحات للمواشي. يعني المفروض هذيك البلد المليئة بالمواشي والحيوانات وثروة حيوانية تكون هي منتجة للألبان، منتجة للأجبان، منتجة للزبدة، منتجة للزيوت الحيوانية. لكن لا شيء، لا شيء، مدمرة. شوف هولندا عندهم مزرعتين ملأوا العالم جبن. فرنسا، سويسرا، بلجيكا عندهم مزرعتين وبقرتين ملأوا العالم حليب وجبن وأجبان وزبدة يعني ودهون حيوانية، زيوت حيوانية. يعني تخيل، نحن عندنا جبل شاسع بالمواشي، والناس في جدب وفي فقر وكوارث وجهل وتخلف. ليش يا أخوان؟ لا يأتي التخلف والجهل والفقر هكذا، يأتي نتيجة تأسيس له. مؤسس الجهل والفقر والتخلف مؤسس في عمان، تأسيسه راسخ وعميق. ولهذا أي إنسان لديه بس وعي شوية ينصف نفسه، لأن هذول الناس كالأريام مساكين، فيهم من راحوا عملوا في الخليج وماتوا في الخليج، مساكين ماتوا نتيجة القهر والظلم والحيف. منهم من ماتوا في سجون تيمور وسعيد بن تيمور، ماتوا لأنهم كانوا ناس أحرار، ماتوا. هل انتصروا لهم؟ جت الأسوة، جت الجبهة الشعبية، جو الشيوعيين طبعا احتلوا هذاك الجبل، لم يرسخوا أي فضيلة أو أخلاق. إنما مع الأسف كان أي واحد من سكان الأرياف في ظفار يفتح فمه وهو يجي هذاك واحد شيوعي ياخذ بنته، يطلق عليه رصاصة في راسه ويرميه في الأحراش في الجبل. ما حد كان يستطيع يتكلم، لأنه الجبهة الشعبية كانوا مسلحين بالبنادق الآلية الكلاشينكوف. أي واحد يرفع صوته ولا يتكلم ما لم تكون تصفق لهم تعمل معهم يقطعوا راسك، يطلقوا عليك رصاصة ويرموك في هذاك الوادي، تاكلك هذيك الضباع يعني والآفات اللي موجودة في هذاك الجبل التي تسري ليلا. طبعا لا، هذا الحقيقة، هذه الواقع يا أخوان. وطبعا جقبوس طنطن لهم، وطبعا عفى الله عما سلف. هم هذولك الجبهة الشعبية قتلوا كل إنسان يصلي في ظفار، كل واحد يصلي ويقول الله أكبر قتلوه. جاء قابوس قال لهم عفى الله عما سلف. صاروا هم هذولك اللي قتلوا الناس وأخذوا البنات وعملوا المصائب والبلاوي، صاروا هم الشيوخ والأعيان والوطن، وطننا الوطنيين، عاش السلطان، عاش جلال السلطان. وصاروا هم الفرق الوطنية، فرقة وطنية. والله يعني آخر مسخرة، لا دولة لا قانون، ترسيخ الجهل، العصبية، العنصرية. هذا الأساس في عمان يا أخوان، هذا الأساس. فاليوم نحن نعول على الجيل الواعي، الجيل الذي فعلا هو لديه معتقد راسخ في دينه، في هويته الأصيلة التي ينتمي لها ويرجو أن يلقى الله فيها. إنما شلت يا شجرة الشوق مايلة من فوق، والله لسوي درج أطلع لك إلى فوق. هذول يا أخوان انتهى الزمن، انتهى. رأينا نحن الآن هذول السيدات اللي موجودات مساكين في سوق الحافة، وهذول أهلهم هم الأبطال الذين رسخوا البطولات لهذا سعيد بن تيمور وتيمور على حساب ذلك الوطن. هل هم أنصفوهم؟ هل هم الحين هذول النساء هم النسايب هيثم أنسابه، هذول أنسابه. يعني فار بن تيمور أم فار بن تيمور خالة هؤلاء الحريم، خالتهم بيت السبتي أم فار بن تيمور. وهذاك الحمار فاتك بن فار هل يقف لينصر هؤلاء النساء أو يشوفهم أو يحسن من حالهم أو حال هؤلاء الناس الذين هم كانوا هم من أسس الحكم البوسعيدي في ظفار؟ والله العظيم هذول الناس اللي هم السركال، ما يعرف بعبيد السركال ويعرفوهم، فيهم ناس من أحسن الناس في العالم قسما بالله، فيهم ناس من أحسن الناس خلقا وطيبة، وناس أصلاء، لكن هذا الحقيقة يا أخوان. الحين هذول السيدات ثنتينهم
هذول السيدات خالتهم أم فار بن تيمور. الحين هذاك الحمار فاتك بن فار هل في يوقف ويساعد هذول النساء، أو هذاك الحمار هيثم يزيل هذه الهموم وهذه الإزالة لها؟ المفروض هؤلاء النساء يكونوا كل واحدة فيهم مليونيرة، كل واحدة فيها. ليش توقف تبيع لبان، تبيع ما أعرف إيش، عنبر، مسك، ما أعرف إيش؟ ليش يعني المفروض تكون عزيزة كريمة جالسة عندها مليونير ريال يعني ومرتاحة، وعندها روز رويز وعندها سيارة لامبورجيني. مفروض يعني نحن ندعو، لأنه الثروات هائلة وموجودة. وخذها هذاك السكران مع هذاك السكران فاتك اللي شرى جزيرة في إيرلندا وشرى جزيرة في الهونولولو. طبعا يا أخوان، ونحن ماذا نريد منكم؟ نريدكم بس يعني تطووا صفحة الماضي تطووها يعني، وتعيشوا عصر اليوم، عصر الديجيتال، عصر الكلمة الحرة، عصر إشراقات الدنيا والزمان. إنما أنتم تعيشوا في هذيك المقبرة، تدفنوا نفوسكم وأنتم أحياء. إذا حيواناتكم ومواشيكم جماعة صلالة، جماعة هي يعني نفقت، لأنه لا يوجد لا تطعيمات، لا يوجد العلف مسموم. العلف اللي يعطوه للحيوانات إذا كان لي شخص والله كله سموم وعلف صناعي، يعني يسيء ويضر بالإنسان. حتى الحليب اللي تشربه من البقرة يصيبك بالأمراض، لأنه البقرة من وين تأكل ومن وين تتغذى من ذلك العلف الكيماوي المسموم، وبالتالي تلك السموم تنتقل للإنسان الذي يأخذ حليب يظن نفسه يتغذى. ترى يا أخوان الفساد والمصائب والكوارث يعني عميقة ومتأسسة في عمان، ما لم نحن نعول على صنف من البشر لديه الوعي والإلمام والتحضر، والإلمام بعيدا عن النزعة والهمجية والتخلف. يعني يكون إنسان على وعي وإلمام عالي في أن يمضي قدما مع مسار الدنيا والزمان والحياة اليوم. يعني أنتم رأيتوا إيران 40 سنة عليها حصار، هم الإيرانيين طبعا مجرمين، قتلوا السنة في كل مكان، أذاقوا السنة العذاب وقتلوا الشعب السوري. لكن إيران كحالة يعني دولة كان عليها حصار. وللعلم يا أخوان، إيران هي كانت، وهي الحصار كانت منفذها الوحيد عمان. من عمان كل شيء تجارة مع عمان تغسل الأموال لإيران. عمان هي الخنجر ضد الخليج. يقول للخليج هيثم وحكومته، يقول للخليج يصفقوا الخليج، يقول لإيران يقولوا لإيران اضرب الخليج. يعني هذه الحقيقة يا أخوان، نحن لا نكذب. وإيران وهي عليها 40 سنة حصار، صار عندها اكتفاء ذاتي، صار عندها صناعات، صار عندها يعني بنت نفسها بنفسها. لأنه رأينا في هذه الآونة يا أخوان رئيس الإيراني، القادة الإيرانيين يمشوا في الشارع ويتصوروا معهم الإيرانيين. يعني كان أمريكا تظن أنه القادة الإيرانيين والحكومة الإيرانية هم بمعزل عن الشعب. لا، حبوا يرويهم أنه هذا الرئيس الإيراني، الوزراء هم جزء من الناس، من الشعب، لا حرس لا غيره، يتصورون مع الناس. فانصدموا الأمريكان كيف يعني هؤلاء الناس ليسوا كما يقال أنهم يعني جالسين في بروج عاجية مثل هيثم وهؤلاء. لا، هم كانوا يخرجوا للشارع في ساعة الحرب ويتصوروا مع الناس ويمشوا في الشارع. فظهرت مشاهد لهم في اليوتيوب وفي التطبيقات يتصوروا مع الناس في الشوارع بدون بلا حرس. الرئيس الإيراني، وزير الخارجية، يعني تخيل. يعني ناس هم المسؤول الإيراني مع كل المآخذ للسوء للعمل. هذه إيران ضد المسلم السني، إلا إنها هي بنت نفسها مع هذا الحصار، كونت نفسها بنفسها وهي عليها حصار، وعملت تسليح ذاتي، عملت اكتفاء ذاتي، عملت كل بنية تحتية رائعة. يعني تخيل، نحن لا حصار لا مصائب لا شيء، إنما ما هو الأهم والأطم السرقات. يعني الموظف في عمان ليس لديه ضمير، السلطان ليس لديه ضمير، من يحكم ويأخذ المسؤولية ليس لديه ضمير. يعني هم في عمان يا أخوان ينتحلون صفة الدولة، وهم مجموعة حرامية ولصوص، وينتحلون صفة الدولة، نحن السلطنة، ويطلعوا لهم هذولك شلة يعني عور وشاف الديك.
عايش سلطان، أنا عايش أبويا يمن، أبويا زن، يا سلطان السلطان هيثم بن طارق، السلطان العظم، سلطان عايش سلطان. يعني إذا ناس تخلف، ترسيخ الجهل والتخلف والهمجية وهذا، والناس في ذل هوان فقر، وبعدين يطلع فيهم أي واحد طيح عليه مصيبة، يا السلطان نناشدكم الله يخليكم. يعني مسخرة مسخرة، لأن أنتم ما لم تقفوا الآن وتبنوا دولتكم حقا وحقيقة ستعيشوا في الذل، في المهانة، في الفقر، في العذاب. يعني أنتم تخيل، يعني هيثم وشلته الفلل والمساكن بلا عداد للماء، بلا عداد للكهرباء، كل شيء مجانا. أنتوا تموتوا حتى تغسل وجهك يا ظفاري يا عماني يا من كنت تكون، يعني تموت حتى تجد شوية ضوء أو تغسل وجهك. بالله عليك بأي منطق أو بأي قسمة هذه؟ طبعا رأينا هذول السيدات الفاضلات مساكين، أهلهم أجدادهم هم من رسخوا الحكم، حكم البوسعيدي في ظفار. هؤلاء الناس والله كانوا أهلهم وأجدادهم ما يعرفون بعبيد السركال في ظفار. أي واحد من هذيك القبائل في ظفار والله ما يستطيع يرفع راسه أمام أهل أب وأخوان وأهل هؤلاء السيدات الذين يجروه من وذنه، يدخلوا القرقور. والله كانوا هم السند، وهم اللي رسخ الحكم البوسعيدي في ظفار، عبيد السركال، الذي منهم السبتي اللي هي أم فهر بن تيمور، عم هذاك الحمار هيثم. وهذاك فهر بن تيمور واحد كلب، إنسان كلب متكبر، يعني إنسان سفيه سرسري، وخلف ما شاء الله نفس المستوى هذاك فاتك الحمار. هل فيهم هم أخلاق ودين الآن ينصروا هؤلاء الناس أقاربهم؟ وهؤلاء الناس لهم اليد البيضاء في ترسيخ حكم البوسعيد في ظفار. لكن مع الأسف حتى أنت أفنيت حياتك، عملت لهم وتأذيت ووقع عليك ظلم، لا حد يعينك، لا حد ينصرك، لا توجد حكومة، لا يوجد منهج أو أخلاق أو دين أو شيء والله. ولهذا نحن ندعو لأن حتى نحمي الأجيال ونحمي المستقبل ونحمي الوطن، بس نحن لا نستفيد شيئا والله العظيم يا أخوان. هذه كلمة حق في سبيل الله. ما لم تقفوا تسقطوا هيثم، يسقط هذا الحكم، يكون هناك حكومة منتخبة، ناس منتخبين محاسبين، ينزلوا للناس يتكلموا مع الناس. أي مواطن عماني لديه مشكل يجد جهة حقيقية تتجاوب معه، تحتضنه، تحميه، تحنو عليه، ترحمه. ما لم يكن كذلك على هذا النظام أن يسقط ويزول ويكنس. أنت تسكت تطبل وأنت تؤثم ويحشرك الله معه بما اقترف من الجرائم الكبرى بحق عمان والعمانيين، من سرقة وإذلال وقتل العمانيين ونهبهم والاعتداء عليهم، كما حصل للبطل محمد بن خليفة المعمري الذي روع وضرب وتؤذى لأنه قال كلمة حق. بأي منهج بأي دين يكون هذا الحكم يستمر؟ على أي أساس وعلى أي منهج؟ طبعا على منهج الجهل والهمجية والتخلف، ترسيخ الجهل، الهمجية، التخلف، النزعة الطائفية، يعني التي لا تصب في أي حضارة أو تنمية أو وعي. يعني لا يوجد، يعني غياب الوعي والتعليم عند الإنسان في عمان مع الأسف، يعني كلها شهادات فارغة، يعني لا توجد شهادة حقيقية لترسيخ الحق والعدل والإنصاف للمواطن، أن يأخذ دوره كعزيز كريم أو يأخذ دوره من المسؤول. يعني المسؤول يمتهن مهنته كمسؤول، يعني يمارس عمله كمسؤول، ينزل للناس، يتواضع مع الناس. هل تجد مثلا اتصال هاتفي لهيثم مع أي مواطن، أو تجد اتصال هاتفي لزوجته مع هؤلاء السيدات التي هي زارتهن في السوق، تكلمت معهم وضيفوها وهدوها؟ هل هي اتصلت فيهم وتسجل التسجيل ليتعلم؟ يعني ليش يا رؤساء الدول والملوك في العالم ورؤساء الدول التي ترسخ القانون ليش يتصلوا ويسجل تسجيلهم ويصور أو يستضيفوا الناس الفقراء المواطنين العاديين، لكي يرسخ للموظف للمسؤول للوزير أنه عليه أن يحترم المواطن، عليه أن يسمع له، يستقبله، يقف له. طالما راس الهرم لا يهم المواطن، فما بالك بالذي تحته؟ طبعا لا يهم. وهذا هو المسلسل القاتل لثروات عمان وللعمانيين، لا يهم المواطن. يعني لا يوجد أي مشهد
لهيثم أو لزوجته فعلا جلسوا مع فقير مع مسكين تكلموا معه أو اتصلوا فيه أو حنوا عليه أو لا يوجد. ولهذا المسؤول الذي تحتهم هو كذلك لا يعنيه، لأنه لم يرى من يرأسه أي حنو أو رحمة للمواطن، فهو يمارس نفس الرتم في سحق المواطن وقتله ونهب ثروات البلد وإذلال المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله.